لو خدتها 7.59 خدتها، يعني العميل قبلها 7.59 وما قفلتهاش غير بعد 8 تتحسب. طيب اول حاجه منور الصفحه كابتن اوسه. بتتحسب. انا جربتها كذا مره قبل كده. كنت الاول يعني مثلا يكون عندي بونص، بحاول ان انا اقفل الرحله قبل مثلا الساعه 8 عشان تتحسب لي. حصل كذا مره ان انا ما لحقتش ان انا اقفلها واتحسبت لي، مجرد بس ما العميل هو قبل الرحله قبل 8 بدقيقه، خلاص كده اتحسبت لك تبع البونص. ولو ما حصلش معاك ان البونص نزل لك، كلمهم. على فكره انا على ادفع حاجه ببعت للدعم بتاع ديدي وبيردوا عليا، يعني افتكر كذا مره. لو مثلا رحت للعميل وقعدت صبرت دقيقتين وبعد كده انا كنسلت او العميل كنسل وما نزليش البونص، ببعت لهم اقول لهم انا عاوز ال5 جنيه بتاعتي. عادي الموضوع سهل. ابعت للدعم. برضك مره افتكر في عميل ما دفعش واسمه إيه ده، وبعت لهم قلت لهم ان حصل كذا 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 كذا، والعميل ما دفعش. قال لي هحول لك انستا وما حولش. بعتوا اول حاجه هم للعميل ان هو يحول لي الفلوس، او كانوا مستنيين رد منه. كان ظاهر لي كده ان ايه، منتظرين رد العميل. قعد مثلا بتاع اسبوع وما ردش او دفع الفلوس. فقمت جاي بعت لهم قلت لهم انا كان ليا فلوس وما جاتليش لغايه دلوقتي. قالوا لي هو العميل رفض الدفع، بس احنا هنبعت لك تعويض. مش عارف الرحله كانت ب 40 جنيه او 50 جنيه، هم حولوا لي 30 جنيه حطهم لي في الرصيد. فالدعم بتاع ديدي بصراحه انا بحب التعامل معاهم جدا. مفيش حاجه بعت لهم عليها الا وردوا عليها. بس ويلا السلام.